طيبتم وطابت أوقاتكم بكل خير من الفضائية الإريترية. نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. تطور زراعة البطاطا في الإقليم الأوسط. دعوة لتنسيق الجهود لكفاءة التعليم في علا برعد. ندوة للدفع بأنشطة الجالية الإريترية في إيطاليا. الجيش المالي يعلن استعادة السيطرة على مدينة كيدال. الرئيسان الأمريكي والصيني يتفقان على استئناف المحادثات العسكرية. وزراء الدفاع الصيني يدعون لإنهاء الحرب في غزة ووضع حد لأزمة كورما. من العناوين إلى التفاصيل. أفاد المزارعون في الإقليم الأوسط مساهمتهم في تلبية طلب السوق واستقرار الأسعار في محصول البطاطس باستخدام البذور المحسنة المقدمة من وزارة الزراعة. وذكر خبير تنمية الخضر والفاكهة في قسم الزراعة والأراضي السيد تولى برهان أرون توزيع بذور البطاطا الآمنة والمستدامة بالتعاون مع المعهد الوطني للبحوث الزراعية وقسم التشريع والرقابة. وقال أن وزارة الزراعة ستشتري بذور البطاطا المحسنة بزيادة 25% من سعر السوق لتشجيع المزارعين على زيادة إنتاجهم. وأوضح مسؤول تخزين بذور البطاطس المحسنة سيد اسفا مريم تولى برهان وجود أماكن لتنمية بذور البطاطس المحسنة في مديريات بريخ وقل نفحي وسرجغة. دعا الاجتماع التقييمي الذي عقد في علا برعد يوم 15 من نوفمبر إلى تضافر الجهود لتحسين كفاءة العملية التعليمية ورفع نتائج الطلاب. وأوضح المدير التنفيذي في إدارة المديرية السيد محرنة خلاب إن من المهم الحفاظ على الإنجازات وتحديد نقاط الضعف والانتقال إلى المرحلة التالية. وأفاد التقييم أنه رغم إيجابية بدء المدارس الدراسية في الوقت المحدد في بداية العام الدراسي 2022-2023 إلا أن المقاطعة كانت كبيرة ويجب التعرف على الأسباب وإيجاد الحلول لها. وحول الزراعة أوضح الاجتماع رش المبيدات للسيطرة على دودة الحشد ووضع جيد لمحمية مقامة في مساحة أكثر من 450 هكتارا. كما أشار التقييم إلى بناء الحواجز المائية والمدرجات وتسميد مساحة 817 هكتارا. وذكر التقرير تم تسجيل 87 حالة إصابة بالملاريا من أصل 952 أجريت عليهم الفحوصات الطبية. وكانت الأسباب الرئيسية عدم الذهاب سريعا لتلقي الرعاية الطبية وإهمال استخدام الناموسيات ونقص النظافة البيئية. واقترح المشاركون توفير المبيدات الحشرية والبذور المختارة في الوقت المحدد وتنسيق المزارعين جهودهم للقضاء على الجراد الذي ظهر في بعض القرى وحل مشاكل النقل. أجرى فرع جمعية الإعاقة العقلية والتنموية تقييما سنويا لعمله وانتخب لجنته التنفيذية للسنوات الأربع القادمة. وفي حديثه في اجتماع عقد في منفرة في 14 من نوفمبر قال المدير التنفيذي للفرع السيدة عقبة حوروي أنه تم القيام بعمل مشجع في تنظيم وتدريب مقدمي الرعاية للمعاقين ورفع مستوى الوعي المجتمعي في السنوات الأربعة الماضية، مضيفة بأنه تم افتتاح 6 مدارس للأشخاص ذوي الإعاقات العقلية والتنموية على مستوى الإقليم. وقال رئيس الجمعية الوطنية للإعاقات العقلية والتنموية المقدم برهاني بخرتين إن الوعي المتزايد للمجتمع لعب دورا محفزا في تنفيذ البرامج. وذكر أولياء الأمور والرعاة بضرورة الاستفادة من الخدمات الطبية المجانية التي تقدمها الحكومة. ووجه مدير عام دائرة الخدمات الاجتماعية السيد قلاب تسفى سلاس الشكر للجمعية الوطنية للإعاقة العقلية والتنموية على جهودها في تخفيف العبء عن الوالدين ومقدمي الرعاية وخلق بيئات منتجة للأشخاص ذوي الإعاقة. ودعا المدراء المنتخبين إلى العمل بإخلاص لتحقيق رسالة الجمعية.
عقدت لجنة الإعلام والدبلوماسية الشعبية في إيطاليا اجتماعا في بولونيا في 12 من نوفمبر هدف مناقشة تعزيز الأنشطة الإعلامية والدبلوماسية الشعبية. حاضر المناقشة التي شاركت فيها لجان الإعلام والدبلوماسية الشعبية في مختلف المدن الإيطالية السفير إريتريا لدى إيطاليا سيف السهاسين بيطروس، ومسؤول الشؤون العامة والمجتمعية السيد جرماي هبت ميكيل، والقنصل العام السيد تخلى سنبت، وإدارة اللجنة الوطنية في إيطاليا. ووضع الاجتماع برامج العمل المستقبلية مقيما استمرار العمل خلال العامين القادمين بناء على الخبرة والأنشطة الفاعلة للجنة الإعلامية. وقد عقد سفير السهاسين اجتماعا شعبيا ودعا للعمل القوي لتقوية التنظيمات ووحدة الشعب. أعلن مدير مدرسة كودوبعورة الثانوية الأستاذ كيداني أسفاو إدخال برامج جديدة للعملية التعليمية في المدرسة، وأوضح بأن المدرسة تستقبل 678 طالبا في المرحلة المتوسطة و1621 طالبا في المرحلة الثانوية، وفيها مكتبة رقمية تضم تعليما سمعيا وبصريا ومجهزة بالكامل، ومركز لتدريب الكمبيوتر. وقال أن مشاركة الإناث وتنافسيتها أمر مشجع، ودعا الطلاب وأولياء الأمور إلى حسن استقلال الخدمات والوصول إلى المستوى المنشود. ومن جانبهم ذكر المعلمون أن التجهيزات الموجودة مفيدة في نقل المعرفة المناسبة للطلاب وزيادة تركيزهم على التعليم. وقال مسؤول التعليم في مديرية ابن حيل الأستاذ مريح كيروس أن الخدمات السمعية والبصرية قد أدخلت تقريبا في جميع المدارس المتوسطة والثانوية، وسيستمر برنامج توسيع الخدمات المكتبية الرقمية. تم التخلص من مواد منتهية الصلاحية ضبطت في متاجر ومرافق أفعبت بحضور المهنيين الصحيين والشرطة وجهات أخرى. وأوضحت مسؤولة القانون والنظام في مدينة أفعبت السيدة أمنة محمود أهمية عملية إحراق المواد المنتهية الصلاحية، مؤكدة بأن الإجراءات المتخذة نتيجة المتابعة والرقابة، وستساهم في تقليل هذه الظاهرة، وتتواصل الجهود حتى انتفائها. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. أعلن الجيش في مالي استعادته وسيطرته على مدينة كيدال معقل المتمردين في شمال البلاد، بعد أن نفذ غارات كبدت المتمردين المسلحين خسائر فادحة. يأتي كل هذا عقب استيلاء متمردي الطوارق الشهر الماضي على قاعدة أصبحت خاليا بعد مقادرة بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وأعلن الرئيس الانتقالي المالي سيطرة الجيش على مدينة كيدال شمالي البلاد، مضيفا أن المهمة المتمثلة في استعادة وتأمين كامل الوحدة الترابية دون استثناء وفقا للقرارات الأممية لم تكتمل بعد. وأشاد الذي يعد كذلك القائد الأعلى للقوات المسلحة المالية بالضحايا المدنيين والعسكريين الذين سقطوا في ميادين الشرف، كما وجه تحية للشعب المالي على صموده. وكانت معارك وصفت بالعنيفة قد اندلعت قبل أيام على مشارف كيدال بين الجيش المالي والقوات الأزودية من أجل السيطرة على المدينة بعد انسحاب القوات الأممية منها دون تسليمها لأي من الطرفين. بعد عام من لقائهم في مدينة بالي الأندونيسية، التقى مجددا الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جي بينغ في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية. وعقد اللقاء على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ التي تحتضنها ولاية كاليفورنيا الأمريكية المطلة على المحيط الهادئ. وأعلنت بكين أن الرئيسان اتفقا خلال قمتهم على استئناف المحادثات العسكرية رفيعة المستوى على أساس المساواة والاحترام. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا رسمية عن شي قوله لبايدن أن الإجراءات الأمريكية ضد الصين فيما يتعلق بضوابط التصدير والاستثمار والعقوبات الأحادية تضر بشكل خطير بالمصالح المشروعة للصين. وقال مسؤول أمريكي كبير للصحفيين أن شي أبلغ بايدن
خلال اجتماعهم الذي استمر 4 ساعات بأن تايوان هي القضية الأكبر والأخطر في العلاقات الأمريكية الصينية. هيمنت على اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان في جاكرتا قضايا تراوحت بين أزمة بورما والحرب بين إسرائيل وحماس، فضلا عن ترسيخ بكين وجودها في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه. ودعا الرئيس الأندونيسي الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الأسبوع إلى المساعدة في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة. وافتتح وزير دفاعه المحادثات مكررا تلك الدعوة بقوله أنه يشعر بحزن عميق بسبب الأحداث في الأراضي الفلسطينية، حيث شنت إسرائيل حملة عسكرية مكثفة ومستمرة تقول أن هدفها هو تدمير حماس ردا على الهجوم 7 أكتوبر. وفي إعلان مشترك حث وزراء دفاع آسيان جميع الأطراف في بورما حيث يحتدم القتال في ولاية شان الشمالية منذ أسابيع على وقف جميع أعمال العنف وممارسة أقصى درجات ضبط النفس. أكملت رومانيا أول اختبار بالذخيرة الحية لنظام الدفاع الجوي أرض جو باتريوت، وتسلمت البلاد نظام باتريوت في عام 2020. وأعلن جنرال دانيال بيتروسكي رئيس أركان الجيش الروماني أن البلاد فتحت أيضا مركزا لتدريب الطيارين. علاوة على ذلك تتوقع رومانيا وصول طائرات ألمانية وتركيا سوف تساهم في مهمة الشرطة الجوية في البلاد. ورومانيا إحدى دول حلف شمال الأطلسي مشتركة في حدودها مع أوكرانيا وتستضيف المجموعة القتالية الفرنسية التابعة لحلف شمال الأطلسي. وتساهم في المجموعة القتالية قوات من بلجيكا واللوكسمبورغ وهولندا ومقدونيا الشمالية وبولندا والبرتغال والولايات المتحدة. عناوين الأخبار مجددا: تطور زراعة البطاطس في الإقليم الأوسط، دعوة لتنسيق الجهود لكفاءة التعليم في علاب العيد، ندوة للدفع بالأنشطة الجالية الإريترية في إيطاليا، الجيش المالي يعلن سيطرته جعلت السيطرة على مدينة كيدال، الرئيسان الأمريكي والصيني يتفقان على استئناف المحادثات العسكرية، وزراء دفاع آسيان يدعون لإنهاء الحرب في غزة ووضع حد لأزمة بورما. انتهت النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. في أمان الله.